أصل الطواجن عندي وبس، والنهاردة اللهم بارك هتشوفي طاجن بامية باللحمة لا شفتي ولا هتشوفي زيه. بفضل الله رقم واحد على اليوتيوب كان على القناة القديمة. حاجة يا جماعة تحفة، بخطوة تعمليها في البامية مش هتصدقي الطعم والريحة والجمال بتاع الطاجن. ولا اللحمة بقى حتة زبدة كده دايبة معاكي، ولا هتسلقيها ولا تحمريها، وهتطلع معاكي مشوية في قلب الطاجن. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. معايا بقى اللحمة، أي لحمة انتي حباها، ويا سلام لو لحمة ضاني بقى مع البامية بتكون رهيبة. هاتي حلة، هاتي وok، اشتغلي في صينية اللي انت حباه، معلقتين من الزيت، معلقة من السمنة أو الزبدة. نزلت اللحمة على نار عالية، هبدأ إن أنا أقفل لها المسام بتاعتها كده على نار عالية علشان اللحمة تكون من جوه دايبة دوبان. واللحمة كده على النار لازم إن أنا أديلها رشة توابل هتطعم معايا الموضوع جدا. رشة كده من الحبهان وورق اللوري المطحون، حوالي ربع معلقة صغيرة، ربع معلقة كمان صغيرة من الفلفل الأسود، ورشة بسيطة جدا من القرفة، أقل كده من ربع معلقة صغيرة. التوابل دي هترفع معاكي الريحة جدا جدا، وهتتحمص دلوقتي بقى مع الدهون كده اللي نازلة من اللحمة، وشمي أجمل ريحة على نار عالية. هقلب اللحمة كده على الجنبين مع التوابل لغاية ما لون اللحمة يبدأ إن هو يكرمل شوية أو يتغير معايا شوية. مش هوطي النار عشان مش عايزة اللحمة تنزل المية اللي فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هضيف كمان معايا شوية كده من توابل اللحمة أو السبع بهارات، هتفرق جدا معايا دلوقتي في الريحة، مع فصين تلاتة كده مفرومين من التوم. لو انت حابة في المرحلة دي تحطي البصلاية بتاعتك ضيفي معاكي بصلاية كده بشراها أو مقطعاها مكعبات، مش هتفرق. أنا هأخر البصلة شوية، بحب الطواجن تكون خفيفة شوية. ضفت التوم وضفت توابل اللحمة، وزي ما أنا مستمرة كده على نار عالية قلبي وشوحي اللحمة وخلي التوابل تتحمص. لما اللحمة توصل معاكي بقى للون الخطير ده وتشم ريحة التوم كده بدون طبعا ما التوم يتلسع معاكي علشان ما يمررش، كده اللحمة جاهزة معانا. هبدأ بقى في المرحلة دي ان انا انزل عليها بنص كيلو كده من عصير الطماطم، طماطم مضروبة في الخلاط ومتصفية كويس علشان مش عايزة القشر والبذور معايا. لو الطماطم عندك فاتحة ضيف لها معلقة من الصلصة كده علشان تعزز معاكي اللون. اللحمة دي بقى علشان تستوي هبدأ ان انا اضيف لها مية مغلية تكمل كده او تغطي اللحمة علشان اللحمة تستوي معايا التسوية المظبوطة. وسيب اللحمة تستوي عندك 90% من التسوية. 90% من التسوية يعني اللحمة كده تكون خلاص يعتبر استوت، بس انا عشان بحبها زبدة ودايبة اكتر فببدأ ان انا اسويها 90%، وبتكمل التسوية معايا بعد كده في الفرن، فبتطلع معاكي ما شاء الله دايبة جدا. نزلت بقى كده معايا بالبصلة زي ما قلت لكم، ما كنتش حابة ان انا احمرها في الاول مع الثوم، لكن لو حابة تحمريها مفيش مشكلة. سيبي اللحمة بقى لغاية ما تستوي معاكي. انا سبتها تغلي طبعا على نار عالية، بعد كده هديت معايا النار لغاية ما اللحمة خلاص يعتبر استوت عندي. انا لسه ما ضفتش الملح، هضيفه شوية كده. تعالى اقولك بقى على التكاية اللي بعملها في البامية، بتخلي يا جماعة ريحة طاجن البامية رهيب. جبت حلة تانية كده معايا على النار، فيها معلقة صغيرة من السمنة، بصلاية كده صغيرة جدا. هبدأ ان انا اقلب البصلاية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واضيف لها فص واحد من الثوم. بصوا يا جماعة ما شاء الله كان في شوية تجارب وكمية تعليقات على طاجن البامية عندي على القناة اللي فاتت. ما شاء الله حاجة اعمليها وانتي مغمضة بكل ثقة. فص الثوم كده هبدأ ان انا اشوحه مع البصلاية، وفي المرحلة دي انزل معايا بالبامية. البامية دي كنت مفرزاها. البامية علشان افرزها ببدأ ان انا اقمعها واشطفها اسيبها تتصفى، وابدأ ان انا افرزها، ولا بغليها ولا بسلقها ولا بعمل فيها اي حاجة. وبتطلع ما شاء الله زي ما انتوا شايفين خضرة وكأنها فريش، يا دوب بشطفها مرة تانية واشتغل بيها على طول. نزلت بالبامية بقى، وكل ما البامية كانت صغيرة هتكون تحفة معاكي. البامية كده على البصل والثوم، واديت لها رشة فلفل اسود ورشة بسيطة من القرفة، نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، هتفرق جدا معاكي في الريحة. وشوحي الكلام ده كله بقى على نار عالية. بصوا بقى انا مش هسلق البامية ولا هسويها دلوقتي ولا هعمل فيها اي حاجة، انا هديلها تشويحتين تلاتة كده على نار عالية لغاية ما تبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولا اكتر ولا اقل. هي كده خلاص جاهزة عندي. في
في المرحلة دي هاتيها بقى وانزلي بيها على الصلصة واللحمة. صدقوني التكاية بتاعت البامية دي بتفرق وبتخلي الطاجن متحبش كده وبيكون طعمه رهيب. أفضل ما تجيبي البامية زي ما هي وتنزلي بيها في الصلصة. ظبطت بقى الملح بتاعي بتاع اللحمة حسب طبعا المقدار اللي اتبقى عندك من الشوربة كده أو المرقة بتاعتها. وهبدأ بقى إن أنا أجيب البامية بالشكل ده وأنزلها معايا على الصلصة. ما شاء الله وشمي أجمل ريحة في الدنيا. هقلب بقى الكلام ده كله وعندك اختيارات التسوية. رقم 1 سيبي بقى الكلام ده كله يستوي مع بعض، البامية تستوي واللحمة تكمل التسوية بتاعتها واغرفيها في أطباق وكليها بألف هنا. أنا بقى بالنسبة لي بحبها في الطاجن جدا، بحس إن هو بيغير الطعم بتاعها خالص. فبسيب الكلام ده كله ياخد غلوتين 3 على النار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ إن أنا أحطها معايا في طاجن. هي كده خلاص أخدت لها غلوتين 3. شوفي بقى التوابل بتاعتك، محتاجة رشة فلفل أسود، محتاجة أي حاجة زي ما انت حابة. خلاص كده أخدت غلوتين على النار. هبدأ إن أنا أجيب الطاجن وأحط فيه البامية مع اللحمة بالشكل ده. عملنا مع بعض البطاطس باللحمة وكمان طاجن التورلي. زي ما قلت لكم كنت باخد اللحمة كده واحطها على وش الطاجن علشان تكون مشوية، بس بالنسبة لي طاجن البامية مختلف شوية. ما بحبش اللحمة تكون مشوية عليه من فوق، بحبه كده يكون غرقان بالصوص بتاعه والبامية هي اللي من فوق وكله كده داخل في قلب بعض. نزلت بقى بالكلام ده كله في الطاجن وعلى الفرن على طول، مش بغطي الوش بتاعها ولا اي حاجة. بدخلها عندي على درجة حرارة 200، يعني فرن اعلى من المتوسط، مشغلاه من تحت بس، ولو عندك مروحة شغليها هتوزع معاكي الحرارة. وبحطه على الشبكة او الرف الاوسط للفرن. سيبي بقى الطاجن ياخد ويدي مع نفسه تقريبا كده نص ساعة لغاية ما البامية تستوي، وهتكون اللحمة كملت التسوية بتاعتها وبقت يا جماعة دايبة زي الزبدة وكده تمام جدا. ببدأ بقى ان انا اطلع الطاجن وشوفوا لي يا جماعة ما شاء الله البامية ولا مهرية ولا البذر بتاعها طلع كده ولا اي حاجة، كل وحداية كده بوحدتها بمعنى اصح. وبصوا مجرد بس ما تلمسيها بالمعلقة دايبة دوبان خطير، ريحة وطعم مش قادرة اوصفلك. ولا اللحمة بقى، هتاكلي حتة لحمة ما دقتيش زيها قبل كده، خطيرة وشوية صوص كده فيها. بجد طاجن يشرف، زي اكبر وافخم المحلات اللي ممكن تدوقي فيها طاجن الباميه. عصره ليمون بقى عليها كده لو انت حابه. وكنت عامله معاها كده طاجن رز معمر هينزل لكم برده فلاحي كده خطير. احلى حاجه بقى للوصفات اللي جايه دي بجد بتاعه رمضان، بتحسسني بالاكل بتاع زمان كده والتحضيرات واجواء ممتازه. شوفوا لي يا جماعه بقى ما شاء الله. تعالوا نطلع حته لحمه كده ومجرد بس نضغط عليها بالمعلقة. قطعية اللحمة دي بتسأل عليها دايما في الطواجن، أنا بستخدم اللحمة الموزة، بحبها وبتكون طعمها حلو جدا، بس استخدمي أي حاجة متوفرة عندك. شوفوا ما شاء الله خطيرة جدا. جربوا الطاجن ده، متأكدة إن هو هيعجبكم. ما تنسوش حبايبي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد ووصفات جديدة كل يوم إن شاء الله. وانتظروا كمان تحضيرات ومنيوهات رمضان الفترة اللي جاية. مع السلامة.